السلام عليكم، تحية كبيرة لكم. فيديو تاع اليوم حنسي كيف يكون خفيف ظريف، نشرح لكم خطوات بسيطة. وشي هو أول حاجة ديرها كي تكون هنا في الألمان. نحكيو على الناس اللي نظاميين، نحكي على إنسان نظامي يعني بوراقه كما نقولوا. وشي أول حاجة لازم ديرها هنا في الألمان باش تنخرط في هذا المجتمع بسرعة، وباش تلقى ثاني خدمة بسرعة. كاين ناس بزاف ثاني اللي يقول لك انا لغتي ضعيفة او ما عنديش لغة، او حتى اللي عنده لغة باش يلقى خدمة دوك صعاب ثاني. كيفاش ندير باش نلقى خدمة توالمني؟ عندي دبلوم او ما عنديش دبلوم. حتى اللي ما عنده حتى شهادة، ما عنده حتى دبلوم، ما قراش، ما تكونش، كيفاه نلقى خدمة بطريقة سريعة كما نقولوا احنا بسرعة. وكيفاش نندمج ثاني هنا في هذا البلد بسرعة، مع اني جديد وما نعرفش وكذا. كما تعرفوا ولا كما الناس اللي هنا اللي يعرفوا، اول حاجة اول خطوة هنا ديرها في الالمان هي لازم تكون عندك ادريس. وش هي ادريس؟ لازم يكون عندك عنوان، يعني باللي راك تكزيستي انت هنا في الالمان. ماشي عنوان مركب اسم واحد صاحبك ولا واحد فاميلتك، لازم يكون العنوان هذا دير فيه ان ميلدونغ، يعني تسجل نفسك فيه، سواء دار باسمك او مش اسمك، او تكون تقدر تسجل مع واحد ما يهمش. كلكو سوا تكريها وحدك، او كيما قلت لك تكون باسم واحد ويدير لك يسجلك معاه. المهم تكون مسجل هنا في المانيا نظامي، لانه هذه اول حاجه يطلبوها. يعني قبل ما تدير اي خطوه، طلب عمل او اي حاجه كانت ديرها هنا في المانيا، لازم تكون عندك عنوان باش يلحقوك فيه الرسائل، باش يلحقوك فيه يقدروا يكونتاكتيوك قدام حاجه. يعني العنوان الانميلدونغ هي كل شيء. هذه اول حاجه لازم تديرها. ثاني حاجة لازم تديرها يعني نورمالمو هذه هي تكون هي أول حاجة قبل أصلا ما تجي هنا الألمان. ما هيش مشكل، ولكن أضعف الإيمان تكون عندك هنا الإنجليزية، هي اللي هي اللغة الألمانية. لازم تكون على الأقل تعرف كيما نقولوا جروند كنتنسة كيما يقولوا الألمان، جروند كنتنسة بالألمانية. يعني تكون عندك فكرة عن اللغة الألمانية، ماشي حابس خلاص ما تعرف والو. على الأقل تبدأ تعلمها في البلاد وتجي هنا، يعني تنقص عليك شوية. يعني شو اللغة كلكو سوا الإنسان اللي يحب يدير فورماسيون، ولا اللي يحب يخدم، ولا اللي يحب يقرأ، تنقص عليك مصاريف بزاف، تنقص عليك الوقت، تنقص عليك بزاف حوايج. يعني انت باش تجي هنا وديجا حنا التفكير تاعنا بعد ديريكت الخدمة. تحوس على أي حاجة، تحوس تزرب ديما هي تخدم، يكون عندك مدخول، دير المستقبل تاعك وكذا، باش تولي تخسر الوقت. وإنسان دوك إنسان كبير، حنا مثلا تجي هنا كبير، واحد صغير راسه فارغ ما يخممش او يقرا والله ليسونسيال. اما بالنسبه لينا حنا انسان يخمم غير يحوس غير يخدم، مسكين يحاول يجيب الخبزه تاعو وراهي رايح. ولكن باش تخدم، باش تندمج مليح، وباش تكون عندك خدمه مليحه، يعني تلقى خدمه مليحه تقدر تخدم بلا لغه، ماشي ما تقدرش. والاني انا راني جايكم حاب نجيكم خطوه خطوه باش ما نصعبهاش عليكم، باش ما نريحش نكعبر ونهضر برك. اللغه كما قلت لكم توفر عليكم وقت بزاف. انت هنا باش تقرا اللغه لازم باش تسجل، باش تلقى دوكا بلاصه كذا ضرب لها 3 عام عامين، هذه باش تولي تهضر لغه المانيه ندير لها عامين باش تولي نقولوا راك فوالا راك بيان تهضر. هذا كي نقولوا راسو واحد شويه خفيف، واحد راسو ثقيل طول شويه. حنعطيكم حاجه مهمه بزاف هي اللي حتخليكم تنخرطوا وتزرب تتعلم ثاني اللغه سريعا، وبها تقدر ثاني تحوس على خدمه. هذه اول حاجه تقدر تساعدك انك تحوس على خدمه. اذا تكون ما تعرفش مثلا تكتب او تراسل الشركات، تكون عندك هذيك الهبه في الاول، هي لي كونتاكت. خاوتي حاولوا كيفاش ديروا لي كونتاكت. انسان يقول لي كيف ندير كونتاكت؟ نلقى واحد برا نروح نقول له اهلا السلام عليكم راني حاب نتعرف معك، حاب تكون صاحبي، ولا نروح نصدم ديريكت جاري حدايا نروح نصدم ليه. لا انسان يبدا درجه درجه، تنخرط مثلا في نوادي ما على باليش، تدخل في لاصال تاع سبور. اذا كنت انسان رياضه تحب البالو تدخل في ايكيبات تاع البالو، ماشي لازم ايكيب كبيره وكذا، حتى ايكيبات صغار ما يهمش. تلعب في الولايه، تلعب في النيفو الهابط ما يهمش. انت ليسونسيال هاك عندك هوايه وراك من خلالها دير لي كونتاكت. نحكي لكم مثلا على تجربتي هذه حكيت عليها من قبل. مثلا التجربه تاعي كيفاش بدات. انا اول مره دخلت مع فريق ايكيب تاع بالو تاع فريق تاع اتراك. والاتراك تعرفوهم هنا، الاتراك هنا عندهم يوزنوا هنا في الالمان، مش كما لا عندهم المانيا تلقى كل شيء تاعو بالك كريدي، دار كريدي الدنيا. الاتراك عندهم ملك، عندهم شركات، عندهم لي كونتاكت. الاتراك كما على بالكم ماشي كل، ولكن فيهم فئه ثانيه، فيهم فئه مليحه حتى هما. من خلال لي كونتاكت على هذا يعرفك على هذا، فهمتوا؟ لي كونتاكت ملاح
يخليوك تحوس غدوه تحتاج دار يحوسوا لك، يلقاو لك دار، يلقاوك كي نقول لك يلقاو لك دار، يلقاو لك خدمه، معارف، بزاف حاجه. ماشي نقول لك لازم نروح غير الاتراك، نحكي لك اون جينيرال. تلقى حتى العرب كاينين ولاد الناس، كاين ولاد حلال، كاين اللي يعاونونا في سبيل الله، ماشي لازم تعطيه ولا لازم، كاين اللي يحب يعاون الله في سبيل الله. فات على تجربه مثلا يحوس يلقى يشارك فيديوهات، والله يشارك معلومه، والله يديك يترجم لك ليسونسيال. لي كونتاكت خاوتي ركزوا على لي كونتاكت ايا كانت. لي كونتاكت كما قلت لكم من خلال تدخل في نادي صال دو سبور، تدخل ليسونسيال. ماشي نحكي على الناس اللي راهي تروح تسهر والسهرات الله يعافينا وما نصح حتى واحد. حاجه تاع الشر ما تديك غير للشر. ليسونسيال هذه ثاني حاجه كيفاش تكونتاكتي. مثلا انا مزروب، حبني نخدم، انا حاب نخدم مزروب، ما عنديش الوقت، ما عنديش لي كونتاكت، ما عنديش كذا، مانيش سبورتيف، ماني حتى حاجه، انسان منعزل جاب روحي، نقدر نخدم بلا خدمه. كاينين شركات او مكاتب اسمهم لاي فيرما، مع انه عندهم فيهم سلبيات بزاف، ولكن كانسان يحكم يده. تحبوا ندير لكم عليهم فيديو نشرح لكم مليح وش هي هذه اللاي فيرما. معناتها شركه اللي تكري الخدامه، تروح عندهم متوفرين فيك الشروط، مش متوفرين الشروط يلقاو لك خدمه باسكو الفائده تاعهم اللي يديوها فيك اكثر من اللي تديها انت منهم. فهمتوا؟ تحبوا ندير لكم عليهم فيديو بالديتاي، ندير لكم عليهم فيديو ما كان مشكل نشرح لكم كيفاش. هذو اللاي فيرما هذو يلقاو لك خدمه، ان كانت عندك ديبلوم، عندك ميتي جامي خدمت في حياتك، يلقاو لك خدمتهم انه يلقاو لك، هذه خدمتهم. باسكو قلت لك اذا يلقاو لك، اذا خدموك الفائده تاعهم اكثر من الفائده تاعك انت. هذو يلقاو لك على الصباح. وش هو النيجاتيف تاعهم؟ السلاك قليل، سا ديبون، قادر سمانه تخدم هنا، سمانه جاي تخدم في بلاصه واحده اخرى، قادر تريح في نفس البلاصه شهر، قادر عام، سا ديبون. يعني ما كانش بلاصه معينه انك تريح فيها تخدم طول، يعني سا ديبون كل مره وين يبعثوك تخدم. اذا الشركه اللي يبعثوك ليها المره هذه صاي ما عادش تحتاج خدامه، تحبس تروح يزيدوا يشوفوا لك شركه واحده اخرى، يعني تريح هكا تصوتي متنقل. هذه هي لافونتاج، الحاجه النيجاتيف، مش افونتاج، نيجاتيف اللي فيها. ولكن الحاجه البوزيتيف انه خدمه على الصباح، ما كانش التجربه هذه ما كانش اللي ما فاتش عليها. يعني صعيبه شويه باش تلقى خدمه مباشره مع شركه مباشره، صعيبه شويه لانك ما عندكش تجربه. وهذه علاه نقول لكم بالك انسان يقول لك انا صاي بروفيتي فيها ما خدمش. هذه الضغط على الخدمه في الالمان، تعرف القانون، تعرف كيف الامور راهي تمشي هنا في الالمان. فهمت؟ تقول راهم يبروفيتيو فيها، ولكن ديها انت ماشي نيجاتيف، ديها كحاجه بوزيتيف، راك تتعلم وراك تهز الخبره كيف الخدمه راهي تمشي هنا، كيف الامور راهي تمشي هنا. من بعد خويا كي تهز الخبره وتهز كذا وعندك ديجا في السي في تاعك بلي خدمت في الالمان. هي صعيبه شويه كي تكون جامي خدمت في الالمان وتكونتاكتي شركه مباشره السي في تاعك هذا جامي يخدم هنا، ما يعرفش العقليه، ما يعرفش الخدمه كيف تمشي، ما يعرفش كذا، ممكن ما يريبونديوش عليك خلاص. فهمت؟ ولكن تهز الاكسبيريونس، هذه الحاجه المليحه. فهمتوا؟ اما باللي يحوس لي كونتاكتي الشركات مباشره، تقدر ثاني تكونتاكتي الشركات بالنسبه للناس اللي عندهم دبلوم، الناس اللي قاريين. كاين مجموعه من المواقع، كان رقم واحد في المانيا يقولوا جوب بورس اجنتو في ابايت، كان تقدر تلقى في ايباي كلاينا اند سايغر، تقدر تلقى انديد، كاينين مواقع بزاف. خلاص شاركت معكم من قبل في قناتي على اليوتيوب، والله اعلم كاين واحد الفيديو ثاني هنا في التيك توك الله اعلم شاركت فيه بزاف مواقع اللي تاع خدمه. ماشي مشكل اذا تحبوا ثاني نعاود ندير لكم عليهم فيديو، ما كانش مشكل. هذه حبيت غير نعت لكم باللي فوالا، يعني كل شيء مكتوب، انسان ما يصعبهاش روح يقول صعيبه وما كان. البدايات ديما صعب، انسان يحوس شويه صبر، يحوس انسان لازم يكون قافز، ماشي هذاك ديما جاب روح وهكا ومكمش ويحشم تحشم طفر فيك. هنا ما كانش واحد اللي يضحك عليك ولا يشغل بيك ولا يتنمر عليك، كانش تهضر بالغلط اهضر جدها بالغلط، خليه يبغى يضحك خليه يضحك، احنا من بعد نشوفوا في النهايات. فهمت؟ انت تتعلم وهذاك يبقى يضحك حتى يولي ما ضحكه. فهمت؟ تسمع لحتى واحد، ديما عندك هدف في راسك، هدف قدامك، ركز على الهدف تاعك، والقسم يجيبه ربي وكل شيء مكتوب رب العالمين. هذه هي فيديو تاع اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم لاشتا بالحاجه القليله. اي استفسار اي حاجه نتلاقاو في لي كومونتير ان شاء الله. تحيه كبيره لكم والسلام عليكم.